انا رحت بورسعيد وعندي حاجات كتير قوي عايزه اقولها عن البالة هناك. شريت حاجات كتير قوي 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 قوي. صباح الخير او مساء الخير على حسب بتتفرجوا عليا امتى. لو اول مره تشوفوني، انا نوران وبعمل كونتنت عن الوكاله وعن الاستدامه، عن الرسم على الهدوم وحاجات مختلفه. لو انتوا انترستد ممكن تعملوا سبسكرايب، ممكن تعملوا طبعا جرس التنبيهات عشان تشوفوا كل الفيديوز اللي انا بعملها. تعملوا لايك وشير الفيديو ده لو عجبكم طبعا، وكومنت باي حاجه تحبوها عشان التفاعل ده بيفرق معايا كصانعه محتوى. فشكرا لو انتوا بتعملوا كده. فيديو المنتظر. لو بتابعوني على الانستجرام كتير عارفين ان انا رحت بورسعيد الاسبوع اللي فات، وكتير قوي كانوا متحمسين جدا للفيديو ده. كنت مستنيه بس ان انا انضف الحاجات واوديها الدراي كلين وكده وكله يبقى تمام قبل ما اعمل الفيديو ده. رجعت من بورسعيد لحد النهارده يوم الجمعه، اخيرا كل حاجه متنضفه ومتظبطه، فاقدر اعمل لكم ايه هول من اللي انا جبته. وعندي حاجات كتير قوي الحقيقه عايزه اقولها. الفرق ما بين البالة هناك والبالة هنا، اعتقد قبل ما ندخل جوه الهول واوريكم انا جبت ايه، لان انا جبت حاجات من البالة وحاجات من ستوكات برضو. هقول لكم الاسعار، اقول لكم كل حاجه، بس قبل ما ندخل الموضوع ده اوريكم كده شورت كليبس من البورسعيد والتجربه بتاعتي هناك، لان انا برضو لو انتوا عمركم ما رحتوا بنصحكم جدا تروحوا. واوريكم كده التجربه دي بعيني شفتها ازاي، لان انا اتبسطت قوي. وبرضو ارشح لكم شويه اماكن هناك تزوروها. يعني دي مش فلوج قد ما هو عشان اسئله بتجيلي كتير قوي، فقلت اخلي مع الهول واللبس انا جبت ايه من هناك شويه كده ايه نصايح لاماكن ممكن تزوروها هناك. فيلا بينا على الشورت كليب، واول ما ترجعوا هوريكم. البمبوطية ولا المثال، احنا البمبوطية ولا المثال، دكتور بحرية نعمل في قناة، احنا البمبوطية، احنا البمبوطية. سريعا كده هقول لكم انا وصاحبتي قعدنا في اوتيل ايه، رحنا ازاي، كنا بنتنقل في بورسعيد ازاي، اماكن حلوه للاكل، اماكن حلوه للقعاد، كل الحاجات دي. وبعدين بقى ندخل على الشراء. اول حاجه رحنا بجو باص سهل قوي، التيكت رايح جاي من القاهره اعتقد ب 175 جنيه. قعدنا في اوتيل اسمه بانوراما، الليله كانت ب 1100، اوضه دبل، فانا دفعت 550، صاحبتي دفعت 550. بس في ناس قالوا لي ان ممكن لو حجزنا منهم مباشره، احنا حجزنا اونلاين، ممكن ناخد الليله ب 900. في برضو فولور من بورسعيد قالت لي ان في اوتيل تاني نفس المستوى تقريبا ارخص، فهحطه لكم هنا. طبعا لو انتوا من بورسعيد او رحتوا قبل كده وعايزين ترشحوا اي حاجه اكتبوها في الكومنتس، هيساعد جدا جدا لاي حد عايز يروح. نخلي الفيديو ده اللي هو حاجه شامله عن بورسعيد. يعني تاني حاجه التنقلات، تاكسي يا جماعه، التكوسه هناك كويسه جدا في كل حته، رخيصه، يعني مش زي القاهره خالص. التاكسي هناك يعني لو هيلففك بورسعيد هياخد 15 جنيه، وبورسعيد اصلا صغيره. انا ومريم نزلنا رحنا مطعم بالصدفه، يعني ما حدش قال لنا عليه، بس قعدنا ندور على جوجل كده، مطعم اسمه تشيمني كيك. ده فطرنا فيه، بيعمل زي رابس كده، وبيعمل عجينه كده غريبه شبه الجلاش شويه، بس هي مش جلاش، تبقى فيها حوادق، وبيعمل نفس العجينه على ايس كريم. احنا ما دقناش للاسف الايس كريم، كان شكلها تحفه، بس دقنا الحوادق. انصحكم ان انتوا تجيبوا الهوت دوج، حلو قوي. وبعدين اتمشينا رحنا البالة، احكي لكم على البالة بقى في سكشن تاني خالص. قعدنا على البحر، القعده على البحر ببلاش، بس لو انت هتاخد كرسي هتدفع 10 جنيه. شاي برضو ممكن ب 10 جنيه او 15 جنيه حاجه كده. جنبه كان في مطعم سمك اسمه كاستن، تحفه، احلى سمك دقته في حياتي كلها. انا اصلا شخص مش سمك، ما ماليش في السمك قوي، بس عجبني جدا جدا جدا، وكمان سعره مش غالي خالص. يعني صاحبتي طلبت تقريبا ربع جمبري باتر فلاي، شوربه سي فود ورز وسلطات، احنا عملنا شيرنج في السلطات، دفعت 200 وحاجه، مش فاكره ايه الحاجه دي. وانا طلبت سمكه بوري رده عشان ماليش في الجمبري، انا عارفه ماليش في الجمبري ورز، وبرده عملت شيرنج معاه السلطات، دفعت 150 جنيه. يعني دي مش اسعار سمك ابدا. يعني التاكسي احنا كنا راكبينه قال لنا ان المطعم ده اوفر برايست، بالنسبه لهم اوفر برايست، وان احنا ممكن نجيب سمك من سوق السمك
ارخص بكتير، واي فرن ممكن يعمله لنا. اتمشينا التمشيه هناك يا جماعه تحفه، يعني انتوا ممكن تشغلوا جوجل مابس وتروحوا من اي مكان لاي مكان، الشوارع حلوه وفاضيه ونظيفه والتمشيه حلوه. تاني يوم بقى فطرنا في الاوتيل. نسيت اقول لكم ان الاوتيل ده 3 نجوم. الفطار فيه الصراحه كان عادي، ما كانش حلو قوي. اخدنا فطار شرقي، فول، بيض مسلوق، جبنه رومي، لانشون، عيش، بطاطس محمره، طعميه. ما كانش احلى حاجه في الدنيا، كان عادي، بس فطار كده ببلاش يعني. اوتيل نظيف، مش لكجوريوس او يعني مش رفاهيه يعني. وبعدين بقى رحنا المعديه يا جماعه ببلاش، عشان انا ومريم جهله لوحدها. تجربه ممتعه جدا جدا جدا. لو جبتوا معاكم عيش واكلتوا النورس فممكن تصوروا كده. احنا الفيديو ده واحنا رجعنا مثلا على العصر 3:30 حاجه كده. مريم ما اكلناهوش عيش الحقيقه، لان مريم قالت لي ان الطيور بتتأذي من العيش، ما بتاكلش عيش، مش عارفه. المهم ما اكلناهوش، بس في ناس اكلته وقعدنا نتصور وكده. بور فؤاد بقى احنا ما استكشفناهاش قوي الصراحه، بس اتمشينا عند البيوت اللي هي بيسموها بيوت الاجانب او بيوت هيئه قناه السويس. لما كانوا بيعملوا قناه السويس عملوها لنفسهم وقعدوا في بورسعيد، فهي معمار اوروبي وشكلها انترستنج قوي. اتعمل فيها مسلسل ليالي اوجينيه لو انتوا شفتوه. يعني مصر فيها ثقافات كتير وقصص كتير ممكن تتحكي من الاماكن اللي فيها. لقينا كده محل قهوه في وشنا، مش فاكره اسمه ايه، شربنا قهوه فرنساوي ما عجبتناش قوي، لبن فيها كتير قوي. بس لقيت عنده قهوه كولومبي، فانا بشرب قهوه كده عندي كوفي ماشين صغيره، عملها لي طحنه اسبريسو اللي هو الخشنه دي. انا ومريم جبناها عامه. الكيلو كان ب400، جبنا ربع كيلو. طلعت حلوه جدا جدا وقويه. ورحنا كده محل شوكولاتات اسمه علوش، بيبيع شوكليتس سعرها كويس. ورحنا كده حديقه اسمها حديقه فريال. هناك بقى حلو قوي ان حدائق عامه كتير، شكلها لطيف، في بنشات في الشارع ممكن تقعدوا فيها عادي جدا، يعني تحسوها كده مدينه هاديه ولطيفه يعني. فدي تجربه شامله الى حد ما. ما كلناش كاساتا، ما لحقناش قوي، بس اعتقد ان احنا كان ممكن نقعد مثلا 3 ايام ولا حاجه. بورسعيد جميله الصراحه ومريحه وناسها لطاف، فحبيتها جدا جدا واكيد هروحها تاني. اللي عنده اي اقتراحات يكتبها في الكومنتس، سواء اماكن الاكل، اماكن القعاد، اماكن الشراء، اي حاجه. ندخل بقى اللي انتوا عايزين تسمعوا عنه. انا اشتريت ايه من بورسعيد؟ تعالوا نبدا بالباله. احلى حاجه ان مريم بتحب شراء مستعمل كمان، فدي اهم حاجه، ان انت تاخد معاك حد مش بيزهق. عوايد الشراء بتاعتكم شبه بعض شويه عشان ما تزهقوش بعض. اشتريت حاجات كتير قوي 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 قوي. فرق بقى ما بين الباله عندنا في القاهره اللي هي الوكاله والباله في بورسعيد. اللي انا لاحظته ان الاسعار في بورسعيد ارخص، واللي انا لاحظته كمان ان عندهمش مانع ان هم يفصلوا. الفصال في الوكاله صعب ورخم، انا اصلا شخص مش بعرف افاصل. هناك بيقولك مثلا ايه، طب اللي انت عايزه، طب شوف هتاخد ايه. وفعلا يعني لما تفاصل معاه تمام، ممكن اللي هو تفاصل وتاخد باسعار كويسه. اهم حاجه الناس لطيفه. الناس في الوكاله متوحشين يا جماعه. انا اسفه جدا لو انت شخص بتشتغل في الوكاله او يعني وبتتفرج على الفيديو ده، السيئه تعم للاسف يعني، بس ممكن تكون انت شخص لطيف عادي جدا. بس بجد الناس في الوكاله لا يعني اجريسيف، ويمكن يكون القاهره برضو بتعمل فينا كده، بتخلينا متوترين، الدنيا زحمه والحياه صعبه. ان بورسعيد هم هاديين ولطاف، والبال عندهم فاضيه. احنا رحنا يوم سبت اللي هو اجازه المفروض. هبدا جبت ايه في الاول وهجيب لكم كده بالترتيب. اول حاجه جبتها هو الجاكيت الجلد المقلوب ده، هو جلد طبيعي شموان كده، ماركه اسمها سانت جونز باي. انا جبته عشان ارسم عليه، هو جاي من دراي كلين يعني متنضف، بس من تحت ومن الكمام كده فيدد شويه، فقررت ان انا هجيبه وهرسم عليه. هو كان ب50 جنيه. الراجل كان عنده حاجات حلوه قوي اغلى، يعني كان عنده مثلا من 50 جنيه ل 200 واغلى كمان، بس انا كنت الصراحه عايزه اجيب حاجه ارسم عليها، ومش هجيب حاجه غاليه ارسم عليها وغالي الكوست بتاع الرسم كمان، هي كده هتبقى غاليه عشان الرسم يعني. رحت كنز فرشه، كل حاجه فيها ب25 جنيه. الفرشه دي كانت فرشه احلامي لاني جبت منها 100,000 حاجه. انا شفت الجيبه دي معرفش ليه جالي كده ايه انسبيريشن او الهام يعني، بصيت عليها قعدت اقول ايه هي غريبه، بس انا عندي كده فيجن في دماغي. ماكسي سكيرتس وجيبات الماكسي موضه جدا. سيبكم ان هم موضه طبعا، البسوا اللي انتوا عايزينه، بس الموضه طبعا بتشجع الواحد اللي هو ده موضه يلا هجرب البسه. هي ماكسي قوي والحمد لله بجد طولها عليا بيرفكت. جوثيك، ممكن تدي فايب اللي هو ايه ادمز فاميلي، وينزداي ادمز، مامتها مرتشة ادمز كده يعني. وانا معرفش ايه اللي خلاني مؤخرا احب الستايل الجرانج واللي هو دارك كده شويه. اعتقد ان هو بسبب مسلسل وينزداي يعني، بس بجد مقاسها تحفه عليا، مودست وفي نفس الوقت يعني بتكومبلمنت جسمي جدا، و100% قطن، ومكتوب عليها ان هي مصنوعه في تركيا. بقلب كده يا جماعه لقيت بنطلون حرير طبيعي، الماركه بتاعته جونز نيويورك، و100% حرير طبيعي، ولوني المفضل اللي هو الزيتي.
انا حاسه ان انا بقيت تالنتد قوي بجد، عشان تقريبا كل الحاجات دي مقاسي. بس المشكله الوحيده اللي انا بجيب حاجات كتير قوي ان انا عشان هبيعها في المستقبل او ارسم عليها، مش لنفسي، في الاخر بتعجبني وباخدها لنفسي. المهم ده اول بنطلون حرير طبيعي جبته. الخامه دي تحفه وجميله جدا. جربتها ان انا جبت قميص حرير طبيعي من الوكاله السنه اللي فاتت، وبجد ما كنتش بلبس غيره في الصيف. هو مريح وطري ولكجوريوس على الجسم، بجد تحفه. يعني لو لقيتوا حاجه حرير طبيعي اشتروها. احلى حاجه بقى ان بجد هو مقاسي اكنه اتخلق عشاني. لا هو ما اتخلقش، استغفر الله العظيم، هو اتصنع. انا 170 سنتي والطول بتاعي كله في رجلي، انا رجلي اطول من جذعي. عاده البنطلونات بتبقى قصيره عليا. البنطلون ده طوله يعني مش بيرفكت، يعني فوق البيرفكت. طوله مش نازل الارض، قبل الارض سنه، فاللي هو يبين الجزمه بس نفس طويل وشيك. وسطه مقاس وسطي بالظبط، عشان انا برضو جسمي عريضه من تحت بس وسطي صغير، يعني اللي هي كده ايه مواصفات معينه. الحاجات عاده بتبقى واسعه من الوسط وضيقه من تحت، يعني كده. ده مظبوط قوي في الوسط وتحفه في اسمه ايه ده، في باقي جسمي. لقيت حاجه تانية حرير طبيعي، بس مع الاسف مع الالم رجعت لي من الدراي كلين عامله كده، متبهدله في كل حته، متمرمط بكرامتها الارض. هل انا حزينه؟ مش قوي، ده قضاء وقدر. جبتها، اهلا يا جوجو، جبتها ب25 جنيه. في نفس الوقت هي حرير طبيعي فهي قيمه. كمان الخامه بتاعتها تحسوا الحرير ماسك نفسه قوي، يعني الحرير طبيعي خامه ديليكت جدا، دي ماسكه نفسها جدا. مثلا لقيته ضايق عليا فقلت الحمد لله ان الزيتي هو اللي ما حصلوش حاجه. قررت بقى ان هو بما انه خامه ماسكه نفسها كده، فاللي حصل خير، يعني اللي حصل خير، وان انا ناويه اعمل عليه تطريز وابيعه. نفس الفرشه لقيت بنطلون كابريز ده اللي هو بيبقى بنتكور يعني ايامنا فلقيت البنطلون ده. انا عندي بنطلون كابريز قصير، كان في واحده كده صاحبتي ادتني حبه من لبسها لو انا عايزه ارسم عليهم. البنطلون ده قصير، فانا قلت حلو قوي هيتلبس على بوتس، عشان انا عندي بوتس طويله ومش بلاقي افكار كتير قوي البسها ازاي بيها. حسيته الجينز بتاعه تخين، اللي عندي من بولامبير الجينز بتاعه خفيف جدا. يا سلام عليا، يا سلام عليا بجد. وبعدين لقيت بنطلون كده جاب مقلم طويل كده، هو ممكن يتقال عليه بنطلون فورمال او حاجه، بس انا بلبس الحاجات دي كاجوال. بصوا انا عندي واحد شبهه، بس اللي عندي مش مريح قوي لانه ضيق شويه من فوق، مش مودست قوي الصراحه. يعني انا قلت ايه، انا هجيب ده ممكن ابيعه احتمال، بس هو عجبني، فانا عندي واحد شبهه. طب انا هعمل ايه؟ ما ينفعش يعني. عامه انا الفيديو الجاي هعمل ديكلاترنج للحته بتاعه البنطلونات بتاعتي، وهقيس كل البنطلونات بتاعتي، فيعني انا ناويه اعمل كده. بس ده مقاسه تحفه وكان ب25 جنيه، فما قدرتش افوته يعني. وبعدين لقيت قميص سلاش جاكيت، معلش هو مش مكوي، ميد ان ايطالي، قطن، حلو جدا. لونه ده لون بابا المفضل، بابا لو بتفرج عليا جبته عشان ارسم عليه. حسيته كده كانفاس فاضيه للرسم، فحبيته قوي قوي. وبرده 25 جنيه، وكان محطوط عليه التيكت بتاعه، فما يعني ما حبيتش افوته. لما قسته بقى حسيته تمانينات قوي، والشولدرز بتاعته كده تخينه، عجبني قوي، مش ما غيرش فيه اي حاجه. اوكي، وبعدين بقى رحت ستاند، البنطلونات عليه كانت ب50 جنيه، فاشتريت 3 بنطلونات. جبت البنطلون ده، هو مش مقاسي خالص، ما يدخلش اصلا في صباع رجلي، بس هو ماركته ماستانج، فينتج هاي ويستد، لونه تحفه. قلت ده يبقى من البنطلونات الفينتج اللي انا ابيعها، يعني لان البراند بتاعتي اللي انا عماله ارفاكوا بيها بقالي كام فيديو، بس هفضل اتكلم عليها ان شاء الله لغايه ما تبقى حقيقه. يعني انا ابيع كل حاجه مرسومه او ابسايكلد، لان ده بياخد شغل ووقت كبير قوي. حلو ان انا اعرف اسندها بحاجات فينتج تتباع على طول، تتصور وتتباع على طول. اللي انا لاحظته ان في رجاله انترستد في الحاجات الفينتج، كل ما الاقي حاجه رجالي عجباني اعتقد ان انا هجيبها. منهم البنطلون ده يا جماعه، بنطلون مقلم، الماركه بتاعته اسمها روكي ستوديوز، تحفه. بس الجينز بتاعه ستيف قوي، يعني تقيل كده وماسك نفسه بزياده. قسته عجبني جدا 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 جدا، بس قعدت افكر كده، قعدت اقول لا، انا مش هاخد كل حاجه، انا عندي حاجات مقلمه كتير. وبعدين يا جماعه لقيت بنطلون، متخيله انه هيبقى من بنطلوناتي المفضله السنه دي. البراند بتاعته لي، بس مكتوب عليه لي بايبس، شكله مختلف جدا جدا جدا. بصوا الجيوب عامله ازاي، هو شبه الكارجو بانس شويه، الجيوب بتاعته من ورا كده مسقطه، وهو هاي ويستد بس مش قوي، يعني الويست بتاعه مظبوط قوي، وطويل جدا 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 لدرجه ان هو مجرجر عليا، عجبني بشكل غير طبيعي. غير بقى كل الحاجات دي، في مفاجاه بقى، جبت جزمتين، 2 بوتس بمعنى اصح.
هما هناك وجيجي نايم عليا. اوكي، فانا هحط لكم صورتهم هنا وهحط لكم الفيديو برضو. يا جماعه اقل جزمه في الوكاله ب 350 جنيه. انا طول حياتي اشتريت 3 جزم من الوكاله وكان حظي كويس قوي يعني. لا، في الوكاله هم بيغلوا جدا 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 الجزم. ممكن تشتري جزمه ب 700 و800 وحاجات كده. هناك بقى في بورسعيد زي بتاع كده مليانه جزم مرميه على جنب. لقيت كاوبوي بوتس اوثنتيك، مش كاوبوي بوتس اللي هي بتاعت الفاست فاشن براندز زي زارا واتش ان ام والحاجات دي، لا اوثنتيك اللي هو ميد ان مكسيكو. كان نفسي تيجي مقاسي بس هي تحفه، ما كانش ينفع افوتها. الراجل قال لي الجزمه ب 100 جنيه. 100 جنيه، متخيلين؟ انا اقيس جزمه مستعمله دي حاجه مقرفه، بس يعني معلش انا قستها وانا ناويه ابيعها ان شاء الله يعني، او لو حد من قرايبي عجبته وصحابي او كده. وبعدين لقيت بوتس رهيبه 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 رهيبه. هتقولوا لي انت عندك بوتس سودا كتير، عندك رايدنج بوتس عاليه، عندك دكتور مارتنز عاليه وواطيه، وعندك كل حاجه. لا بس دي مختلفه. كومبات بوتس عاليه، مش عاليه قوي ولا واطيه قوي، مختلف. بصوا يا جماعه مختلفه. في بوتس كده اسمها فراي بوتس، دي غاليه جدا 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 وقيمه قوي، بس هي طلعت مش فراي بوتس، طلعت كده ماركه هقول لكم عليها، مش فاكره اكتبها لكم هنا يعني. مش عارفه انتوا فاكرين ولا لا في الفيديو بتاع حاجات مستعمله ما جبتهاش من الوكاله. الفيديو ده وريتكم شنطه كده جوتشي فينتج اشتريتها من فلي ماركت، وديتها لخدمه او يعني بيج اسمها فريشن. هكتب لكم اسم فريشن هنا وهحطها لكم برده في الديسكربشن بوكس. فريشن دول نظفوها وخلوها زي الفل ورشوها، وكانت مليانه سكراتشز بقت فله. حمست قوي ان انا ممكن اجيب حاجه مستعمله، لان هم كمان بينظفوها من جوه ومن بره. البوتس السودا دي كانت متدمره جدا جدا من جوه، يعني مش جدا جدا بس اللي هو الفرش بتاعها من جوه فيه قطعات كده. فانا قلت لا فريشن دول هيظبطوها، انا هخليها لنفسي. وقستها كمان طلعت مقاسي ومريحه جدا. قلت له بص بجد مبهدله ومش عارفه ايه، فبجد كان لطيف جدا. قال لي خلاص هديك الاثنين ب 150. انتوا متخيلين يا جماعه؟ خدت الاثنين ب 150، يعني الواحد ب 80 جنيه. يعني اعتقد يعني طنط بتاعت مثلا الشنطه الجوتشي لو شافت هي بقت شكلها عامل ازاي دلوقتي. انا اشتريت الشنطه الجوتشي ب 1000 جنيه وكانت حالتها يعني مبهدله. البوتس دي ان شاء الله صاحبها اللي اتبرع بيها. طبعا هم بره عامه عندهم السيرفيسز دي غاليه جدا، سواء مثلا خياطه او ناس بتصلح جزم او شنط، غاليه لدرجه ان هم بيتبرعوا بالحاجات دي. بس فبجد البالة اسعدتني، كنت عايزه اكمل اكتر، وقلنا انا ومريم هنروح تاني يوم بس ما رحناش لان خلصنا كل فلوسنا. في ايه بقى؟ لما رحنا بور فؤاد في محل اسمه اولاد حمام، مشهور قوي هناك، بيبيع استوكات بالتيكت بتاعها. انا انتوا عارفين شخص ملوش في الاستوكات، بحب اكتر الحاجات الفينتج، الحاجات المستعمله القديمه البالة. بس عادي دخلت قلت ادخل اتفرج. الاول كده اقول لا حاجات فاست فاشن وكلها بوليستر. ببص بقى شويه يا جماعه لقيت حاجات تحفه. المحل ده خرب بيتي. بصوا هو المحل ده عامه مش رخيص، بس حاجته طبعا ارخص من محلات. لو انتي او انت شخص بتشتري من زارا واتش ان ام والحاجات دي، هو في حاجات رجالي كمان على فكره وحاجات اطفالي حلوه قوي. لا هو ارخص بكتير وفي حاجات قيمه، يعني في ماتيريالز كويسه رغم انها فاست فاشن. اعتقد كيلو البنطلونات ب 750، كيلو الجواكت ب1000 حاجه كده يعني. فكل نوع حاجه بيباع بالكيلو. هنحاول ما نزعجش جيجي عشان هي نايمه على رجلي، بس هي نايمه على حاجات انا عايزه اوريها لكم يعني، ومعلش. طب هحط لك حاجه هنا تسندي عليها، بصي. لا طيب ماشي. شفت الفستان ده وقعت في غرامه. فستان جينز طويل خالص، مش ماكسي، ممكن يعني هو قبل الماكسي بشويه، بس فكرت اللي هو هلبس عليه بوتس. اول ما شفته اتخضيت، اولا عشان هو تقيل، الجينز بتاعه تقيل قوي. قلت يا لهوي لو جه مقاسي عشان هو تقيل وهيبقى غالي. فقسته. اول ما قسته قلت يا نهار ابيض، احنا كده دخلنا في مشكله، انا هضطر اشتريه. الماركه بتاعته اونلي، مكتوب عليه بقى حاجه انترستنج قوي، مكتوب عليه better cotton we care about the future. ان هو اعتقد ان هو حاجه ليها علاقه بال sustainable cotton farming او المزارع القطن المستدامه. الله اعلم ممكن يبقى جرين واشنج، بس دي حاجه يعني لطيفه. المهم بالنسبه لان هو فاست فاشن براند، الكواليتي بتاع الجينز بتاعه شكله حلو قوي وتخين ويستحمل ويعيش، فانا حسيت ان هو هيبقى كلاسيك في الدولاب بتاعي. سالته بكام، قال لي ب 950 جنيه. الحلو بقى في المحل ده ان انتوا ممكن تفاصلوا. معلش انا اسفه لو المحل ده بيتفرج عليا وانا قلت حاجه ما يصحش يعني، بس عادي، هو ممكن تفاصلوا لو انتوا جبتوا حاجات كتير، ممكن يعني ايه يريحوكوا شويه في الاسعار. ده محل ومتعلق فيه حاجات، جنبه مكان كده كله شوله. الشوله دي بتبقى حاجات جديده لسه جايه لهم ومتطبقه وفله ونظيفه، ممكن تبصوا فيهم، مليانه بيزكس. المهم انا كنت محتاجه بلوفر اسود، ما عنديش ولا بلوفر اسود خالص. ده في نسبه من الصوف، اعتقد ان هو كان 250 او 300. كان نفسي امشي بس مريم كانت بتقيس حاجات، فببص لقيت بنطلونات جلد، فقلت انا مش هجيب جلد غير جلد طبيعي، ما بلبس انا الاكريليك والقرف ده.
لقيت حاجات جلد طبيعي، لقيت بنطلونات تحفه جلد طبيعي، بيج واوف وايت واخضر اللي هو اكتر لون انا بحبه، واللون البني الشوكليت ده. فقستهم كلهم ما قفلوش عليا، كانوا ضيقين. البني الشوكليت ده بيرفكت، يعني مقاسه تحفه 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 عليا. وزنهولي طلع ب 450 جنيه. يروحوا المحل ده مش هتندموا، هيعجبكم جدا جدا جدا. وفي كل الحاجات لو انت شخص يعني عايز حاجات موضه ارخص، بتحبوا مثلا حاجات بافر جاكيتس، كارجو بانتس، حاجات كده ملكوش في الفينتج، لا هتلاقوا حاجات كويسه قوي في المحل ده يعني. واهم حاجه في المحل ده كله بجد ان الناس لطيفه جدا. دي بالنسبه لي الشوبينج اكسبيرينس لازم تكون، حتى لو في الوكاله عادي لازم تكون لطيفه، عشان احس ان انا بجد لا انا ممكن اديك عيني، ممكن اعمل اي حاجه، يعني ممكن يعني احط المكان في الفيديو وهو مش سبونسرد ولا اي حاجه، بس مكان يستحق ان انتوا تروحوه والناس محترمه فيه. دي كل حاجه جبتها من بورسعيد، يا رب يكون الفيديو ده عجبكم. ارشح جدا جدا ان انتوا تروحوا. انا عامه بفكر طبعا جديا ان انا اروح تاني. طبعا الوكاله دي محبوباتي كده كده في القاهره، بس انا الوكاله بعيد قوي عن بيتي، فعقبال ما بفكر اروحها باخد وقت. فكده كده بورسعيد 3 ساعات مثلا من القاهره، فعادي اروح واكل سمك حلو واشتري حاجات وابات ليله واروح. لا هي فسحه حلوه وجميله، واعتقد ان هي ممكن كل الناس تحبها يعني. بس اكتبوا لي تحت في الكومنتس ايه اكتر حاجه عجبتكم اشتريتها. وبس اشوفكم في فيديو جديد، وباي باي. ممكن اقوم؟